وكنت قاعد شويه من رئيس اللجنه اتفرج عليا انا ما عملتش الا بريس ثلاثه. عيب عليك. تاني انا هقرا عشان انا مش هبقى شاطره زي عمرو كده وارتجل في الكلام واظلمك من عندي. يؤدي دورا عاديا في قصه تبدو بسيطه في ظاهرها، لكن هذا لا يمنع من تألقه، لا يكفي ابعاد عميقه في القصه تستحق التامل وطرح تساؤلات عن تفاصيل وعلاقات وانفعالات في الحياه. يا جماعه هو ممثل انا بحبه جدا ومن جمهوره، وهو تلقائي جدا جدا، وانا بحسه من العيله، ما بحسوش ان انا وانا بتفرج عليه ان انا بشوف ممثل، انا بشوفه حد من اي عيله مصريه هو بيدخل كل بيت وبيحبوه، وعمل اعمال كتير قوي تألق فيها سواء في الدراما او في السينما، وهو يستحق طبعا ياخد احسن ممثل عن فيلم الهوى سلطان النجم احمد داوود. مبروك. احسن ممثل الفنان الكبير احمد داوود عن دور فيلم الهوى سلطان. ارجع ورا شويه. على فكره سواء في الاول ينفع تنزل الموبايل عادي. ايه ده؟ هو الواحد فاكر انه جاي ياخد جايزه في شيء مجهود، بس الحقيقه انا متوتر شويه وفرحان وفخور ومبسوط جدا ان انا باخد جايزه تمثيل، ومنى هي احسن ممثله، ده شرف كبير قوي ليا. بشكر الاب بطرس دلال وبشكر مركز الكاثوليكي، وكنت قاعد شويه من رئيس اللجنه اتفرج عليا انا ما عملتش الا بريس ثلاثه. عيب عليك. بس بشكر اللجنه وفخور جدا وبهدي الجائزه دي للميرا والجزء. شكرا جدا. لا حاجه كمان معلش، محتاج اشكر هبه يوسف المؤلفه والمخرجه للفيلم، لان هي ليها كتير قوي في الجائزه دي، ومن زمان ما اشتغلتش مع حد مخلص ونفسي اعمل حاجه من قلبه وادى روحه للفيلم بالشكل ده. فشكرا هبه يوسف. شكرا.